مرح جبر تتعرض لإساءات لفظية وشتائم. ما هو السبب؟ تابعوا معنا. كشفت الفنانة السورية مرح جبر عن تعرضها للمزيد من الإساءات والشتائم إثر مشاركتها في مسلسل ابتسم أيها الجنرال الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي. وشاركت به الممثلة مرح جبر برفقة عدد من كبار النجوم من أمثال مكسيم خليل وعبد الحكيم قطيفان ومازن الناطور، ولعبت مرح دور مايا. في وقت مضى شاركت مرح جبر متابعيها على حسابها في انستغرام استبيانا عن رأيهم في مسلسل ابتسم أيها الجنرال وعن رأيهم بأدائها، وإثر ذلك وصلها عدد كبير من الرسائل والعبارات المسيئة ما تسبب باستيائها وسخطها. فعبرت مرح عن غضبها وتساءلت عن الذنب الذي ارتكبته لكي تتلقى هذا الكم من الإهانات والشتائم. وكتبت عبر خاصية الستوري على حسابها في انستغرام: ما هو الذنب الذي ارتكبته؟ بعد عرض مسلسل يتصلني كثير من الرسائل بالسب والشتم. كما نشرت ستوري آخر كتبت به: كمية الحقد بقلوب الناس. وأثار هذا الهجوم الذي تعرضت له جبر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن مواقف متابعيها متفقة معها، بل تباينت بحسب مزاجهم بين مدافع عنها وآخر مهاجم لها. حيث انتقد البعض منهم مشاركتها في المسلسل معتبرين أن العمل ليس واقعي، واصفين فريق العمل بالخونة، والآخر رأى أن المسلسل واقعي ويلامس قضايا عايشها الشعب السوري. أما عن حياة الفنانة مرح جبر الشخصية فهي سورية الأصل من مواليد 30 من شهر مايو عام 1968. درست في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ثم اتجهت للتمثيل، وهي تنتمي لعائلة فنية، فهي ابنة الممثل محمود جبر والممثلة هيفاء واصف، وأعمامها هم ناجي جبر وهيثم جبر. أما خالتها فهي الفنانة القديرة منى واصف. ما هو رأيكم بمسلسل ابتسم أيها الجميع؟